مبدئيا يا جماعه سجدة شكر قبل اي حاجه. سجدة شكر عشان احنا غلابه. سجدة شكر عشان ال 120 مليون ما يناموش معيطين. سجدة شكر عشان الراجل ده ما يعيطش للمره الثالثه على التوالي. لو عايزين نتكلم على ماتش النهارده فانا مش هتكلم غير على تريزيجيه، الجندي المجهول. اسمه الجندي المعلوم مش المجهول. ده نجم مصر، ده نجم المنتخب، ده افضل لاعب في المنتخب في اخر 7 سنين. من 7 سنين منين محتاجهم تلاقيه؟ 7 سنين هو اللاعب الوحيد اللي بيفكرك بجيل 2006 2008 2010. هو اللاعب اللي بيلعب وبيضغط، اللاعب اللي بيقطع، اللاعب المصري اللي مننا اللي شبهنا. مبدئيا تريزيجيه تسبب في ضربة الجزاء امام الكونغو وصعدنا كاس عالم. ساهم في التعادل امام غانا باسيست، والنهارده جون واسيست بيصعدك للدور 16. ولا اجدعها صلاح ولا اجدعها واحد في المنتخب. ربنا يبارك فيه ويحميه. تمام. ثانيا بقى هنيجي نتكلم على الجونين اللي دخلوا فينا. انا بتكلم بهدوء وباحترام لان احنا صعدنا على ايد منتخب تاني، احنا ما صعدناش بنفسنا. موزمبيق احنا بنطلع نشكرها، الحمد لله ليك يا رب، شكرا يا موزمبيق على التعادل امام غانا. عشان كده احنا صعدنا، احنا ما صعدناش بنفسنا، ما صعدناش برجالتنا، احنا صعدنا عشان احنا شعب غلبان. صعدنا عشان الراجل ده ما يتقهرش لتالت مره. صعدنا عشان احنا بنحب الكوره. نطلع يا جماعه نتكلم النهارده في الجونين اللي دخلوا فينا. مبدئيا الجون الاول نفس الجون اللي دخل فينا في غانا. الستة بتاعنا في ماتش غانا كان محمد النني. محمد النني لو كان حاطط رجله صح قبل القدوسي ما يشوط كانت جون. تيبيكال اصل حجازي لو كان حاطط رجله او ما كانش قفل رجله، ومروان عطيه عشان ما حملش حجازي كل المهمه، يعني ما شايلش حجازي. ومروان عطيه برضو غلطان في الهدف الاول، لو كان حاطط رجله صح كانت الكوره خبطت فيه. ده الهدف الاول. نيجي بقى نتكلم في الهدفين اللي احنا دخلناهم. تريزيجيه هو عنوان الحلقه كلها. تريزيجيه اول ما استلم صح، حط الكوره بشماله، فيها توفيق كبير قوي لان هو راجل مجتهد وربنا بيكرم الراجل بيجتهد. استلم وحط، ما فيهاش حاجه. الهدف الثاني مصطفى محمد يا جماعه النهارده مضيع 3 جوان. مصطفى محمد مضيع 3 جوان، بس ربنا كرمه في الاخر عشان هو برده مجتهد، حط لوب باسيست تريزيجيه. نطمن بقى، احنا اتبقى دقيقتين، اتبقى دقيقتين او 3 دقايق، مش عارفين نقفل يا جماعه. هنفضل نتكلم لحد امتى يا جماعه؟ احنا قلنا ياسر ابراهيم المفروض يلعب مكان حجازي، مع ان حجازي عامل اسيست لتريزيجيه في الاول، ولكن لا، ياسر ابراهيم يلعب عشان في تناغم بينه وبين محمد عبد المنعم. يا جماعه في مصايب في الدفاع، كوارث في الدفاع. اللعيبه كلها، يعني لو بصيت برضو على الجون الثاني، اللعيبه كلها عينها على الكوره. الجون بتاع غانا وموزمبيق وكاب فيردي النهارده، اللعيبه كلها الخط اللي ورا كله عينه على الكوره. محدش ماسك، محدش واقف صح. يعني الجون الاول دخل فينا ده، اللعيبه كلها كانت هنا وراحت هنا كلها. فين التمركز الصح؟ فين الوقوف الصح؟ ده مش دفاع منتخب مصر، ده مش محمد عبد المنعم وده مش حجازي. لازما نقف قبل الدور 16، لان بعد الدور 16 ربنا كرمنا. هو ربك كرم مره، ما تضمنش بقى انت كرم ربك كل مره، لان احنا تعبنا ربنا كرمنا. نتكلم بقى في نقطه تانية في الماتش، في الراجل اللي هيتظلم، مروان عطيه يا جماعه عارف دوره صح. عشان كده كنا بنطالب ونقول مروان عطيه يلعب اساسي على النني و10 زي النني، مع احترامي للنني يعني في ارسنال. دلوقتي النني يا جماعه ما بيعرفش يقطع. النني في الماتش اللي فات والماتش اللي قبله، انت كورتك التانية، النني بيلعب في مكان كورته التانية، يقطع، يعمل الفاول التكتيكي قبل المرتدات. مروان عطيه بسم الله ما شاء الله عليه، مش عايز اقول لك ان هو احسن 6 في افريقيا، مش عايز ابالغ، بس ما شاء الله عليه. الله اكبر يا عم، الله اكبر على مروان عطيه. يعني اللعيبه يا جماعه 6 زي ما كتابنا بيقول. لا، انا اول مره اشوف لعيب 6 حريف بعيدا عن بوسكيتس بقى. تمام، اول مره اشوف لاعب 6 في منتخب مصر حريف. كل اللي قبل كده كان تك 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 اخبط وباص. لا، الراجل بيخبط وبيرمي لك بوش رجله عادي، يعني بيرمي بوش رجله الخارجي كده، يلا روح الجول. ما شاء الله عليه. الراجل ده يا جماعه ثابت في مركزه، ما يتغيرش يا جماعه لاخر البطوله. يا جماعه احنا في ماتش موزمبيق ما لعبناش كوره خالص يا جماعه. في ماتش بتاع غانا لما محمد صلاح طلع، بدا يبان ملامح منتخب مصر، بدا يبان شخصيه منتخب مصر. ولما لعبنا النهارده اللعيبه كلها ادت 100% الا الشناوي، وانا جايلك في نقطه الشناوي. نتكلم بقى في اخر نقطتين عشان ما اطولش عليكم،
والفيديو ما يطولش عشان انا مش قادر اتكلم اصلا. محمد الشناوي، دي الثقه؟ فين الثقه؟ فين الثقه في الجون التاني؟ بالله عليك دي ثقه يا شناوي؟ هو انت قلقان من ايه؟ خايف من ايه؟ دي مش اصابه يا شناوي، حرفيا مش اصابه. بس هو لقى الضغط، ايه ده الشناوي اللي طلعنا، لا لا ده انا مصاب. لا يا جماعه مش كده، مش كده، دي مش لعبتنا، دي مش الرجاله بتاعتنا. الله اكبر ابو جبل عليه بره، الله اكبر ابو جبل عليه بره، مستني اي حاجه هينزل، هينزل راجل. وانا متفائل يا جماعه بابو جبل، لان دي بطولاته، دي مش بطوله الشناوي، دي مش بطوله الشناوي. مع انه شايل كام كوره في ماتش غانا، ولكن يا جماعه شخصيه الشناوي مش فايق، الشناوي مش فايق، الشناوي مش واثق في نفسه، الشناوي في حاجه غلط، في حاجه غلط يا جماعه. الجون التاني ده ما يخشش في الشناوي ابدا، والجون بتاع غانا ما يخشش في الشناوي، حرفيا ما يخشش. ازاي ده يخش فيك، وازاي ده يخش فيك وانت حارس مصر الاول؟ هنتكلم برضو في اخر نقطه، فتوح، انت حرفيا فتوح مش جاهز، فتوح عندك مش جاهز. ليه تنزله من اول الماتش؟ ليه فتوح ما تدوش في اخر نص ساعه او اخر ربع ساعه في كل نهايه كل ماتش، توقفه على رجله؟ فتوح لعب النهارده جيم مش مميز ومش حلو ولا عارف يدافع، مش قادر بدنيا، مش قادر، هو عنده بس مش قادر. ادي فتوح اخر نص ساعه ونزل محمد حمدي، مع ان محمد حمدي وحش، مش اللي هو برضه وحش، بس انت مختار فتوح، ادي فتوح في اخر ربع ساعه توقفه على رجله لقدام. نفس الكلام لياسر، نفس الكلام لحجازي. حجازي يا جماعه في كوره كده لو حد لاحظها، يعني الناس اللي بتفهم كوره هيكون لاحظوها، يعني في كوره كده هو في اخر الماتش، في كوره كده مش قادر يجري مع الراجل فحط رجله، يعني الكوره اهو حجازي اهوت والراجل اهو، الكوره عدت كده فالراجل بيجري، حجازي المفروض يجري يجيبها، لا وقف الراجل، واخد فاول، مش قادر. ليه ياسر ما كانش يبدا مثلا؟ بس دي نقطه، دي خلينا بقى ايه في دور 16 وربنا يستر بس من اللي جاي، يعني ربنا يستر من اللي جاي. انا مش عارف ايه اللي جاي. اللي جاي نثبت على كده تشكيلتنا، عمر كمال، كان محمد هاني ما شاء الله عليه، وعمر كمال، يعني الاثنين مستوى واحد. مع ان محمد هاني انا مش بحب انه يلعب على عمر كمال او اكرم توفيق، يعني هو ما خدش اكرم اصلا. حجازي خلاص، هو حجازي انت صدرته خلاص، حجازي ما شاء الله عليه كويس وهندعمه، برافو حجازي. واللي جاي احسن عبد المنعم، مع ان مفيش تفاهم ما بين حجازي وعبد المنعم، مفيش تفاهم، بس معلش محمد حمدي، وتوقف فتوح في اخر ربع ساعه اخر نص ساعه لما تقفل خالص معاك. 6 لازم تلعب، اعتمادها ما فيهاش، والله ما فيها. مروان عطيه يا جماعه، احنا قاعدين يا جماعه بنتفرج على الماتش، مفيش يعني النني كان بره بيعمل ايه؟ ده كان بيوقف النني، عايز ينزل النني في اخر 5 دقايق اللي داخل فينا الجول. هو اول ما قال لك النني نزل، القهوه كلها قالت ان خلاص جول. مروان عطيه، امام عاشور، مروان عطيه، امام عاشور، يمينه مش شماله، شماله هنا بقى مين؟ تريزيجيه، مروان، امام، تريزيجيه، مرموش، مصطفى، زيزو. دي تشكيله تنيم اي حد من المغرب. بس يا جماعه ننهي بقى، الحمد لله الحمد لله يا رب، ننهي بقى الفيديو سجده برضو تاني. بس متنساش بقى اللايك والسبسكرايب وتشهروا يا جماعه، واكتب لي كومنت وقول لي ايه رايك في الحلقه وايه رايك في منتخب مصر وتوقعاتك في دور 16 اللي جاي، وانا طالع عليها في تيك توك كمان شويه. وسلام.